القصة كتبدا في واحد من أخطر الجبال في النرويج. نورا كانت مازال صغيرة، والهواية ديالها المفضلة هي تسلق الصخور الوعرة. الوالد ديالها سيكورد كان بيما معها كيساندها ويشجعها، ولكن في هذا النهار قرر يحكي ليها سر من أسرار الجبال. قال ليها بصوت هادئ: هنا كيسكنوا الغلال، مخلوقات قديمة عايشة وسط الصخور. نورا ضحكات ما صدقاتش، ولكن الوالد ديالها طلب منها تغمض عينيها وتآمن باللي غلال بصح موجودين. هي دارت اللي قال، وملي حلت عينيها بقات مصدومة. قدامها رؤوس عملاقة وسط الجبال. لحظة قصيرة، ولكن ما تنساش من عقلها طول حياتها. مرور السنين نورا ولات شابة قوية، وعلاقتها مع الجبال كبرات معها. ولات كتشوف كل صخرة وكل ممر وادي سر خفي. الوالد ديالها كان ديما كينصحها بكلمات وصية: ما تقربيش بزاف للغلال، راهم كيحتارسوا ممراتهم. نورا كانت كتسمع، ولكن القلب ديالها ديما مشدود لذاك اللحظة اللي شافت فيها الرؤوس الغامضين. الوقت داز، ونورا ولات عالمة في ميدان الحفريات. كانت كتحلم تكشف أسرار الأرض، وفعلا مع الفريق ديالها بدات كتنقب في شمال غرب النرويج. وحتى في هذه اللحظة تدخل القدر. الجهات المسؤولة قررات يحبسوا الدعم المالي ويسدوا البحوث. نورا ما بغاتش توقف، بقات كتنقب بوحدها، وبالصدفة لقات غيكل ديال ديناصور مدفون. الاكتشاف هز دنيها، حيت عمرهم ما تصوروا يلقاو بقايا ديناصورات في هذه الجهة. في نفس الوقت في جبال دوفر الحكومة بدات تحفر نفق باش يدوز منه التران. العمال لقاو صعوبات واستعملوا المفجرات، وبعد الانفجار تسمعات صرخة عملاقة وتبعها زلزال، الأرض تهزت كاملة. المقر العسكري جابوا رئيسة الوزراء ديال الدنمارك ومعها المستشار أندريس، وراهم الفيديوهات ديال الطيارات. تصدعات كبيرة في الأرض بحال آثار أقدام عملاقة. أندريس قال: خاصنا عالم كيفهم في هذا المجال. وهنا جابوا نورا، طاروا بها في الهليكوبتر حتى المقر، وراوها الفيديو وهي لاحظت بسرعة آثار ضخم كيشبه القدم، وحتى وحدة ما صدقات. وحدة سميتها سيكي جابت فيديو آخر من مظاهرة. نورا كانت الوحيدة اللي لاحظت ظل مخبي وسط الغبار، ظل ديال مخلوق ماشي بشري. في واحد القرية صغيرة زلزال هز البيوت. الراجل ومراته هربوا للقبو، وملي خرجوا لقاو الدار كلها تهدمات. الشعور بالرعب ولا عام. الناس بداو كيشكوا باللي الحكايات القديمة على الغلال موجودة بصح. نورا مع أندريس مشاو البلاصة، لقاو آثار أقدام كبار، ونورا شمات ريحة غريبة، نفس الريح اللي شمات وهي صغيرة مع الوالد ديالها في قصص الغلال. قررت تمشي عنده. الوالد ديالها كان عايش في كوخ في الهزلة، ضايع بين المرض النفسي والتهميش. قبل سنين تهموه بالخرافات وحبسوه عامين. ورأها دفاتر وأبحاث على الغلال، وقال لها هاد المخلوقات عايشين في هاد الجبال من مئات سنين. نورا صدقات، وحسات باللي دابا الدور ديالها تكمل. مع الوالد ديالها أندريس وكريس تحركوا، وفجأة الجبل تزعزع. ناد غول صوروه وبعتوه للجيش. رئيسة الوزراء تصدمات وقررت يصفيوه ليه. نورا رفضات، بغات دير أبحاث قبل ما يقتلوه، ولكن الجيش هاجم. القذائف والصواريخ ما داروش فيه والو. الغول بدا كيدافع على راسو، وفي واحد اللحظة الغول ضرب الوالد ديالها بالخطأ. إصابة خطيرة خلاته يطيح. الغول وقف، بان فيه الحزن، وبحركاته بدا كيعتذر. الوالد ديالها مات بين يديهم وقال كلمة غامضة: ساندك. من بعد الجنازة نورا بقات كتفكر في هذه الكلمة. ما أندريس عرفوا باللي ساندك كان حارس لقصر ملكي. مشاو لتم، شيباني تعرف عليها وراهم مملكة قديمة ديال الغلال تحت القصر. دابا ولات مقبرة حيث البشر الصفة والغلال وبناو فوقهم. نورا فهمات، الغول بغى غير يوصل لمقبرة عاقلته. الغضب ديالها زاد حيث الحكومة كذبوا وظلموا الوالد ديالها. من خلال الأبحاث لقاو باللي ضعف الغلال هو الضوء والأجراس. داروا خطة، علقوا أجراس كبار في المنطقة. ملي بداو كيرنوا الغول تزعزع وفقد السيطرة. هرب، دخل البارك عامر بالناس. الجيش هاجم، ولكن الغول بالصدفة أنقذ ولد صغير من طيارة كتسقط. نورا شافت الغول ماشي وحش، راه كيحمي. حاولت تقنع رئيس الوزراء يخليو يعيش في الجبال، ولكن رفضات. نورا مع أندريس دبروا على خطة أخرى. جابوا جمجمة ديال غول قديم باش يستدرجوه. تباها، ولكن الجمجمة طاحت وتكسرات. الغول ولا حاقد، هجمهم، وفي آخر لحظة نورا واجهته بالضوء. الغول بدا يتحرق ويتحول لحجر، وقبل ما يكمل الدموع نزلوا من عينيه. كان باغي غير يوصل لمقبرة عائلته. تحول لصخرة كبيرة في النرويج.
الناس سميوها بنورا تكريما لها. من بعد هاد الأحداث نورا قررت تكمل حياتها في الاكتشافات والبحوث، أما أندريس بعد من السياسة ولا كاتب. وهنا تلات القصة